تواصل الجامعة الجزائرية ومراكز البحث العلمي تطوير منتجات علمية قادرة على الاستعمال والتسويق داخليا وخارجيا. نعزز مكانة الجامعة الجزائرية ومراكز بحثها وجعلها محركا مركزيا للاقتصاد وعامل رئيسي للنمو الاقتصادي، خاصة الاقتصاد المبتكر. تدشين أول مصنع لتصميم الرقائق الإلكترونية بتكنولوجيا 65 نانو تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لجعل الجامعة الجزائرية رافدا للاقتصاد الوطني. تدشين مصنع لتصميم الرقائق الإلكترونية، وهو أول مصنع على المستوى الوطني من خلاله ستتحكم الجزائر في تصميم الرقائق الإلكترونية بتكنولوجيا 65 نانو، وهذا سيمكن من تصنيع أول رقيقة إلكترونية أو البداية في تصنيعها ابتداء من مارس 2025. ملايير الدولارات هي حجم فوائد ومداخيل تصميم الرقائق الإلكترونية للبلد المصمم، ناهيك من التخلص للتبعية. منتوجات تتماشى مع متطلبات السوق الدولية بمقاربات عالمية في مخابر بحث وبأيادي جزائرية.